بعد تسجيل برشلونة للهدف الثالث بمرمى اسبانيول، مخرج المباراة قرر يعطينا لقطة تغنينا عن 1000 تقرير صحفي. شوفوا وجوه دي يونغ وفيرمان لوبيز وكمية القلق اللي ظاهرة على وجوههم والتناقض الكبير بمشاعر اللاعبين داخل الفريق الواحد. وعلى فكرة أحد الإعلاميين حاول يحرج هانز فليك بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة وسألوا عن رأيه بتعافي دي يونغ وغافي. هانز فليك رد عليه بجواب ذكي وقال له على سبيل المزاح: طيب تمام، رح نصير نلعب ب6 لاعبين خط وسط بارد الملعب. ولكن هانز فليك مشان ما يتخذ كلامه بمنحى تاني أكمل حديثه وقال: طبعا أنا عم بمزح، وأنا سعيد بعودة جميع اللاعبين المصابين لأن عودتهم هو أمر مهم جدا لبرشلونة. وللأمانة فدكة البدلاء عند برشلونة صارت قوية جدا بعد ما كان من أكبر نقاط الضعف عند برشلونة هو ضعف البديل. اليوم برشلونة عم نلاقي دكة بدلاء عامرة بالنجوم، وهذا بالتأكيد شرط أساسي لأي فريق بده ينافس على البطولات. إذا برشلونة عم يحقق الفوز ال11 له بالدوري على الجار اسبانيول وبنتيجة 3-1. ولكن طبعا قبل ما نفوت بتفاصيل المباراة بدي كالعادة أذكر نفسي وأذكركم بالدعاء لأهلنا بالشام وأهلنا بالأراضي العربية المحتلة. ندعي لهم أن رب العالمين ينصرهم ويسدد رميهم ويشافي جرحاهم ويرحم موتاهم ويخفف عنهم، اللهم آمين. وطبعا صديقي ما في داعي ذكرك بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب كنوع من الدعم لقناتنا، وخلونا نتابع مع فوز برشلونة على اسبانيول بنتيجة 3-1 ضمن المرحلة 12 من الليغا الإسبانية. هانز فليك بتصريحاته بعد المباراة عبر عن استيائه من أداء اللاعبين بالشوط الثاني، وقال إنه اللاعبين فقدوا تركيزهم وخسروا كتير من الكرات، وهذا اللي خلى اسبانيول يظهر بشكل أفضل. وطبعا هانز فليك كان محق بكلامه. برشلونة قدم شوطين متناقضين. الشوط الأول كان استمرار للأداء المميز للفريق من ضغط عالي وتنويع لعب ودفاع متقدم ناجح، بينما بالشوط الثاني نزل رتم الفريق بشكل كبير وصار الوصول لمرمى اسبانيول أصعب، وقدروا مهاجمين اسبانيول يكسروا مصيدة التسلل أكثر من مرة وقدروا يهددوا مرمى برشلونة واستطاعوا تسجيل هدف مع بداية الشوط الثاني. وبصراحة أنا شفت إنه هبوط رتم برشلونة بالشوط الثاني هو أمر عادي طالما أنت كسبان الشوط الأول 3-0، فأمر طبيعي إنه ينزل رتمك بالشوط الثاني. وأنا الحقيقة توقعت إنه تنزيل الرتم يكون أصلا هي تعليمات مدرب، ولكن فليك طلع ونفى هذا الأمر وأظهر استيائه بالأداء فريقه بالشوط الثاني، واللي عزاه لفقدان التركيز عند لاعبي برشلونة. بالعودة لتفاصيل المباراة، هانز فليك دخل اللقاء بخطة 4-2-3-1: بينيا بحراسة المرمى، مارتينيز كوبارسي قلبين دفاع، بالدي ظهير أيسر، هيكتور فورد بديل عن كوندي بالظهير الأيمن، كاسادو وبيدري لاعبين محور، قدامه لامين يامال، داني أولمو، رافينيا، وقلب الهجوم ليفاندوسكي. مثل ما حكينا الشوط الأول كان استمرار للأداء العالي اللي عم يقدمه برشلونة هذا الموسم. اللاعبين كلهم بدون استثناء قدموا أداء عالي جدا، خاصة داني أولمو اللي سجل هدفين وأخذ أعلى تقييم بين اللاعبين، بالإضافة طبعا لكاسادو واللي صار لازم دائما وبكل مباراة لبرشلونة نذكر اسمه كأحد أفضل اللاعبين بفريقه، والأسيست الرائع اللي عمله لرافينيا واللي إجا منه الهدف الثاني. لامين يامال أيضا كان مرتاح عم يستعرض مهاراته وعمل أسيست مميز جدا ببطن القدم سجل منه داني أولمو الهدف الأول. ليفاندوسكي والدور التكتيكي العالي اللي عم يأديه هذا اللاعب ورجوعه للخلف لسحب المدافعين وإفساح المجال لداني أولمو لدخول منطقة الجزاء. يعني بشكل عام شوط أول مثالي جدا لبرشلونة قدر ينهي بنتيجة 3-0. مع بداية الشوط الثاني أجر هانز فليك بعد التغييرات، أخرج داني أولمو وكاسادو وأدخل مكانهم دي يونغ وفيرمان لوبيز، بينما اسبانيول التغيير المؤثر كان هو دخول وليد شديرة لأرض الملعب واللي أدى لتحسن أداء خط الهجوم لفريق اسبانيول بشكل كبير. قدر وليد شديرة يشكل إضافة كبيرة لفريقه سواء بمهاراته العالية أو بالقوة البدنية الهائلة اللي بيمتلكها هذا اللاعب. مع دخول وليد شديرة زادت تحركات اسبانيول وتحسن أداء الفريق وقدر يهدد مرمى برشلونة أكثر من مرة، وقدر اسبانيول يسجل الهدف الوحيد عن طريق خافي بوادو بعد ما ألغى الفار هدف لاسبانيول مع بداية الشوط الأول. وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده ل 33 نقطة من 12 مباراة وليوسع الفارق بينه وبين ريال مدريد ل9 نقاط، واللي لسه له مباراة مؤجلة أمام فالنسيا. هذا كان كل شيء لليوم. شاركونا بتعليقاتكم، بدي أرجع أذكر حضراتكم بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.